السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. نستعرض لكم في هذا اللقاء موعد مباراة الزمالك والمصر القادمة ضمن منافسات الجولة الرابعة بالكونفدرالية الإفريقية. أغلق الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة كريستيان جيروس صفحة مباريات الدور المصري بنهاية مباراته أمام الاتحاد السكندري في الجولة السابعة بمسابقة الدوري، وذلك من أجل الاستعداد بقوة لخوض مباراة جديدة أمام فريق المصر البورسعيدي في الجولة الرابعة بالكونفدرالية الإفريقية، حيث ستكون مواجهة قوية وسط صراع قوي بين الفريقين. كان الزمالك قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل في الجولة السابعة بمسابقة الدوري، وهي البروفة الأخيرة للفارس الأبيض قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية. ويعمل المدير الفني كريستيان جيروس على علاج الأخطاء والسلبيات التي وقع فيها اللاعبون خلال لقاء زعيم الثغر، خاصة الأخطاء الدفاعية والتي قد تتسبب في تعرض الفريق للخسارة أمام المصري الذي يمتلك قوة هجومية مميزة. ونجح الزمالك في إنهاء عقدة المصري الفترة الأخيرة والتي استمرت بفوز الفريق البورسعيدي على القلعة البيضاء في 4 مباريات متتالية، ليفوز الزمالك على المصري بهدف نظيف في الجولة الثالثة بالكونفدرالية الإفريقية، ويرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة منهيا الصراع على القمة. وفي المركز الثاني يأتي بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط، ثم المصري ثالثا بنفس الرصيد، ويتذيل أنيمبا النيجيري المجموعة برصيد نقطة واحدة. وأشعل فريق بلاك بولز المنافسة داخل المجموعة الرابعة بعدما فاز على إنيمبا النيجيري بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني متساويا مع المصري. على الجانب الآخر يستأنف فريق المصري تدريباته على ملعب الكلية الحربية استعدادا لمواجهة الزمالك القادمة. وكان المصري قد تعادل مع سيراميكا بدون أهداف بالدوري، وتعتبر مباراة سيراميكا بمثابة البروفة الأخيرة لفريق المصري قبل مواجهة الزمالك. ويعكف الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر بعلاج الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الزمالك الأخيرة، ودراسة نقاط القوة والضعف في فريق الزمالك لوضع الخطة المناسبة للفوز بالمباراة ورد الاعتبار لهزيمته السابقة أمام الزمالك، ورفع رصيده إلى 6 نقاط ليزداد أمله في التأهل للدور التالي. ويدير المباراة الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم حكما للساحة، ويعاونه كل من الجزائري حمزة بوزيت والتونسي يوسف جامي مساعدين، والجزائري يوسف جموح حكما رابعا. ويستعد الزمالك لمواجهة المصر البورسعيدي في المباراة المقرر لها الأحد القادم الموافق 5 يناير على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة بالكونفدرالية الإفريقية. وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة والسودان وسوريا والأردن وليبيا ولبنان وفلسطين، والساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والعراق واليمن والكويت والصومال والبحرين وقطر، والساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 1 ظهرا بتوقيت موريتانيا. وتنقل قناة بي إن سبورت مباراة الزمالك والمصر البورسعيدي في الجولة الرابعة بالكونفدرالية الإفريقية في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة العربية. تمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة، وإلى لقاء جديد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.